مفاجأتين كبار جدا حصلوا في الدوري الاسبوع ده. ارسنال بيخسر من استون فيلا، ومانشستر سيتي بيكسب لاول مره من سنتين من غير ما رودري يكون في التشكيل الاساسي. وايوه انا عارف اني ما قلتش ان خساره ليفربول من كريستال بالاس مفاجاه، لانها متوقعه. كده بالنتائج اللي حصلت دي فرص مانشستر سيتي زادت 29%، يعني وصلت ل 70% للفوز بالدوري الموسم ده. علشان بين قوسين كده اقوى دوري في العالم بطوله بسيطه جدا، 20 فريق بيحاولوا، فرقتين او ثلاثه ممكن ينافسوا، وفي الاخر مانشستر سيتي وجراديولا بيكسبوا الدوري. قلت انا ان خساره ليفربول من كريستال بالاس مش مفاجاه، لان زي ما بقالي بقول اخر يمكن 4 5 6 حلقات، ليفربول نتائجه احسن بكتير من ادائه وارقامه واحصائياته للدفاع وفي الهجوم. ولما فريق بيحصل له كده الاحصائيات التنبؤيه بتقول لنا انه دايما هيقع. وفعلا في الاسبوع اللي فات ده بس ليفربول اتعادل مع اسوأ فريق يمكن في تاريخ مانشستر يونايتد، خسر 3-0 من اتلانتا في اليوروبا ليج، وخسر 1-0 من كريستال بالاس، والماتشين على ارضه في الانفيلد. ليفربول في اخر 9 ماتشات على ارضه الفرقه المنافسه بتدخل فيه الجول الاول، وبالرغم ان هم بيقدروا يعملوا رومنتادا في مواقف كتير زي دي، ولكن الرومنتادا عمرها ما بتدل على شخصيه البطل، لان من الاخر شخصيه البطل ما بتتاخرش في النتيجه اصلا. مش 9 ماتشات ورا بعض، والتسع ماتشات دول اكتر عدد ماتشات متتاليه في الانفيلد اللي ليفربول ما يحافظش فيهم على شباكه نظيفه. اخر مره حصلت كان من 25 سنه في مايو 1999، وبرضه كانوا 9 ماتشات ورا بعض. وعشان كده بقول ان ليفربول عنده مشاكل كتير في الدفاع، ولكن برضه عنده مشاكل في الهجوم. قدام كريستال بالاس الفريق حقق تقريبا 3 اهداف متوقعه من غير ما يسجل ولا جول، وده اكبر عدد اهداف متوقعه في تاريخ ليفربول من غير ما يسجلوا بيها. ايوه انا عارف ان جالهم فرص كتير خطر في الماتش ده، ولكن تلاحظوا كل الكور دي اتشاطت في نص الجون بالظبط. يعني سهل جدا ان حارس المرمى تخبط فيه وتطلع، لعيب يتزحلق تيجي فيه وتطلع. فعشان كده الفرص دي بالرغم من خطورتها، ولكن بسبب الصربعه وقله التركيز بتاعت مهاجمين ليفربول، بالرغم من الخطوره دي الكور دي كان مستحيل تكون اجوان. ليفربول في اخر 3 ماتشات شاطوا 68 كوره على جون المنافس، وحققوا بيهم 9 اهداف متوقعه، لكن للاسف سجلوا منهم جونين 2 بس، واحد كان ضربه جزاء والتاني من ضربه ركنيه، يعني ولا جون من اللعب المفتوح. نروح بقى لارسنال اللي على الناحيه الثانيه، بالرغم من ان ارقامه كلها واحصائياته كلها بتقول انه احسن فريق في الدوري، ولكن قدام استون فيلا ارسنال كان شكله فريق ما عندوش فكره، بالذات في الشوط الثاني. يعني في الشوط الاول ارسنال شاط على استون فيلا 21 شوط على الجول، وده اكبر عدد تصويبات على الجول من غير ما فريق يسجل في الدوري الموسم ده، بعد ال 22 بتوع مانشستر سيتي قدام برينتفورد. والناس كلها توقعت ان ارسنال هينزل الشوط الثاني يكمل على القصه دي وفي الاخر هيعرف يكسب، ولكن اللي حصل ان ارسنال في الشوط الثاني ما كانش له خطوره تماما على استون فيلا. دي حاجه غريبه جدا، وبصراحه مش لاقي لها تفسير، لانه اوناي امري نفسه المدير الفني لاستون فيلا قال بعد الماتش انه ما غيرش حاجه بين الشوطين، واللي حصل ده كان بسبب سوء اداء ارسنال لوحدهم. في 27 دقيقه كده في الشوط الثاني بجد ما لهمش تفسير. ما بين الدقيقه 60 للدقيقه 87 استون فيلا جابوا جونين من 3 تصويبات على جون ارسنال، والثالثه خبطت في القائم والعارضه. استون فيلا جالهم 6 ضربات ركنيه، كان عندهم 65% نسبه استحواذ، وعملوا تمريرات صحيحه بنسبه 85%. على الناحيه الثانيه في نفس ال 27 دقيقه دول ارسنال شاط شوطه واحده بس، جاله ضربه ركنيه واحده، وعمل نسبه تمريرات صحيحه 74% بس. مفيش فرقه الموسم ده لا في الدوري ولا في دوري الابطال عملت في ارسنال اللي استون فيلا عملوا فيهم في ال 27 دقيقه دول. طب ايه سبب حاجه زي كده؟ هل هي قله خبره ولا قله تركيز؟ الخبره ممكن يبقى ليها دور، ولكن ارسنال اثبت الموسم ده انه فرقه اتحسنت جدا في خبراتها. يعني ارسنال الموسم ده في الدوري لعب 4 ماتشات ضد مانشستر سيتي وليفربول، الاربع ماتشات دول خد 8 نقط من 12، اهو الخبره تمام. يبقى اكيد قله تركيز، لان ارسنال بقى على الناحيه الثانيه لعب 4 ماتشات ضد استون فيلا وفولم الموسم ده، الاربع ماتشات دول ارسنال خد نقطه واحده بس من ال 12 نقطه. ولو ارسنال اكيد هيخسر الدوري هيكون بسبب قله تركيزه في الاربع ماتشات دول.
ثلاث فرق بقى اللي بتنافس على الدوري قدامها اسبوع صعب جدا ممكن يبقى له تاثير على المنافسه على البطوله. ليفربول عنده مهمه صعبه جدا انه يعمل رومنتادا تاني عشان يعوض خسارته 3-0 قدام اتلانتا في اليوروبا ليج. وارسنال ومانشستر سيتي عندهم مهمه صعبه جدا ان هم يكسبوا البايرن وريال مدريد. وماتشات صعبه زي دي وجدول زحمه زي ده يخلونا نقول اكيد ان الدوري لسه في الملعب، وحاجات كتير لسه ممكن تحصل ونتائج غريبه ممكن تحصل في الست الماتشات الاخيره في الدوري. ولكن للاسف بالرغم من كل ده مانشستر سيتي برضو هم اللي هيكسبوا الدوري. اشوفكم الحلقه الجايه.